ليه بحس ان حب الناس ليا مربوط بحاجة بعملها، بس لو قصرت غصب عني التعامل بيكون مختلف حتى اهلي. وايه الغريب؟ ايه الغريب ان انت لما تأثري في التعامل ان هما تعاملهم معاك هيتغير. وهنا لما انت تستوعبي انه طبيعي جدا ان انت لما تغيرات معاملتك تتغير، انه تصرفات الناس اللي حواليك كمان هتتغير، ودي توابع طبيعية انها تحصل. تستوعبي انه الحب مش شيء، مش حاجة كده يا موجودة يا مش موجودة. الحب هو نتيجة لطريقة التعامل المتغيرة باستمرار ما بينكم، وثبات الطريقة مستحيلة. وده اللي انت تبقي بتتعلميه، ان انت ما تقدريش ان انت تفضلي ثابته طول الوقت، ولا هم هيكونوا ثابتين طول الوقت، ده كده كده. فبالتالي عدم الثبات معناه ايه؟ انه اي علاقه مش هتبقى طول الوقت حب مولع في الذره، انه هيكون ليها اوقات جفاف، اوقات غضب، اوقات حزن، اوقات فيها مشاعر مختلفه نتيجه التغيرات اللي بتحصل. وهنا الوعي والنضوج، انه الواحد يتقبل انه علاقته بالناس اللي حواليه مش هتبقى ثابته، وهتبقى فيها حاجات متغيره باستمرار. فعادي، عادي انها فتره وهتعدي. ولو فيها مشكله حصلت هتبتدي المشاكل دي تتحل بالتفاهم، ونرجع نتكلم علشان نقدر نقرب لبعض ونعرف نتعامل مع بعض بشكل احسن. وجزء تاني، البني ادم هيبقى عنده فرصه ان هو يشتغل على نفسه ويعرف ازاي يعرف يحتوي مشاعره ويتعامل معاها ويتصرف من خلال مشاعره او في وجود مشاعره بشكل مناسب، ما تخسروش العلاقات اللي حواليه. لانه افتراض ان الحب شيء بيخلي البني ادم ان هو في وقت من الاوقات لما يحس بتعب او ضغط يبقى عامل زي اللي اتفج اللجام بتاعه، وبيسيب نفسه ويعمل اللي هو عايزه، ويقول انه لو الناس دي بتحبني هتستحملني. مش شرط، ما هو تصرفاتك ليها توابع، ليها نتيجة. فالنتيجة بتاعتها دي ممكن الإنسان يحبك بس في نفس الوقت هو بيحب نفسه، وهنا أنت بتضره وبتأذيه، محتاج يوقف تصرفاتك ويتعامل معاها. فطبيعي جدا إنه الموضوع يكون فيه تغيير مع أي تغيير. عدم التغيير رغم التغيير ده مش منطقي. وصلت؟